السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى مع معجنات جديدة ومخبوزات شهية ما شاء الله، الله اكبر. زي ما انتم شايفين كده التسوية الرايقة الجميلة. ازاي هنشوف النهارده مكوناتنا اللي بتساعد على ان تكون عجينة المخبوزات بتاعتنا اسفنجية وجميلة بالشكل اللي احنا شايفينه، وسر التسوية الرايقة دي والوش الجميل ده، وازاي نطلع التسوية دي مع الحفاظ على ان عجينتنا ما تنشفش مننا. شوفوا النهاردة بإذن الله هنعمل الشريك المصري. زي ما انتم شايفين احبابي كده، هو ده الشريك المصري الحلزوني الجميل ده. تعالوا نشوف بقى العجينة بتاعتنا والمكونات ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حبايبي ده دقيق اوريجين انا بحب استخدمه، وهنخله. انا استخدمت تقريبا في الوصفة دي كيلو الا ربع. تمام، هتنخليه. كل خطوة بعملها خلي بالك من ان هي مهمة. شوية ملح، ما ننساش الملح، لان انا كتير بنساه فيا ريت ما تنسوهوش. هنا بقى 3 معالق من السكر، هنا معلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعلقة من بيكنج باودر دريم. برضو منتجات دريم كلها يا جماعة ما شاء الله حلوة قوي. وبرضو الخميرة بتاعتي دريم ما شاء الله. هتشوفوا هتخمر العجينة ازاي. هنا باكو. لو هتعملي الكيلو كله برضو باكو من الدقيق، من سوري الخميرة الفورية، هو كيس. هنا بقى نزلت بقى بالمية الدافية، ده مهم جدا طبعا علشان تشتغل الخميرة بتاعتي. نزلت ببيضة. تمام، ما نكترش المية علشان في سوائل تانية جاية. البيضة من ضمن الحاجات برضو اللي بتعتبر من السوائل عندي، بتطري العجينة. واللبن الرايب البطل بتاعنا النهاردة، اللبن الرايب في المعجنات ما شاء الله 100% بيضمنلك العجينة تكون اسفنجية وبتتنفس كده. هنا حطيت نص الإزازة وفنجان كده من الزيت. انا حطيت شوية زيت بمعدل كده، فنجان صغير، فنجان قهوة صغير. تمام. وهنعجن كده زي ما حضراتكم شايفين بالطريقة اللي انا بعجن بيها دي عشان ما تطلعش مكبوسة. طريقة العجن بتفرق برضو يا جماعة في نجاح العجينة ونجاح المخبوزات. انا حطيت شوية كمان من الزيت علشان ألم خلاص العجينة بتاعتي. هنا نضفت البولة انا كنت بعجن بيها وحطيت فيها شوية زيت، ورجعت تاني العجينة في البولة. تمام، وحطيت ستريتش رول. وانا عشان كان عندي اكياس خلصانة اللي بحوشها، اللي احنا بنحوشها في كل بيت، بتنفعنا بقى لما بنغطي بيها المعجنات، فاستخدمت الاسترتش النهارده. وفوطه كده وغطيها، حطيها بقى في الفرن واقفلي عليها. هنا ما شاء الله تبارك الله بعد ما خمرت، وهنا لميتها تاني، جبت صينيه وحطيت فيها دهنتها سمنه، او ممكن زبده لو توفرت عندك. جبت كده الشوكولاتة وكسرتها. هنا بدأت اخد من العجينة افردها وقسمتها نصين. تمام، عشان هتطلع عندي قطعتين، وهاخد اول قطعة كده وهبدأ بقى افردها بالشكل ده، وهحط بقى هحشيها الشوكليت بتاعنا. تمام، وبعد كده هبدأ بقى ايه الم العجينة بالشكل ده واخليها زي الرول كده، وبعد كده الفها لفة حلزونية. وبدأت اجمعهم بقى في الصينية اللي انا دهناها، وهغطيها بالاسترتش بتاعي عشان الهواء ما لازم كده، عشان هي هتخمر يعني اثناء ما انا شغالة على كده. هوريكم في الاخر الصينية قبل ما اسيبها تخمر الساعة بتاعتها او النص ساعة على حسب تفاعل الخميرة اللي انت بتستخدميها. هتلاقوها ما شاء الله بدأت ترفع وتخمر اثناء ما انت بتشتغلي، وده اللي حصل معايا. هنا بقى عملتها زي ضفرتها كده. ده كان شكل من الاشكال ممكن تعملي بيه الشريك. ده اللي انا حطاه، انا ضفرت واحدة بس حطيتها في النص والباقي كان فردي، على حسب بقى انت الشكل اللي انت حباه ايه. انا دي حطيتها في نص الصينية هتشوفوها دلوقتي. تمام. وبرضو على شكل ايه بقى حلزونة، وهحطها في الصينية كده احبابي. وهنشوف دلوقتي
في الصينيه اللي انا بعملهم، اللي انا كنت عاملاهم قبل كده، وهم بصوا بداوا يخمروا ما شاء الله. الخميره خميره دريم انا بحبها جدا، من يعني خميره فعلا بتساعدني على التخمير يا جماعه. مهم جدا نوع الخميره على فكره. هنا بقى بدأت بقى أشكل بنفس الطريقة كده، بس كانت فردية واحدة أو فردة واحدة كده، وحطيت فيها الشوكولاتة وحلزوني، واشتغلت لحد ما خلصت العجينة معايا تمام. وعملت لي كيلو إلا ربع عمل لي الصينية دي. طبعا ممكن الشريك لو انت عايزاه تقللي في الحجم، دي حرية ليكي، لأن أنا بعد ما خمرت لقيتهم كبروا جدا يعني زي ما انتوا شايفين اهو بدأوا يخمروا. هنا بقى خلاص بالستريتش رول كده بدأت اغطي العجينة بتاعتي، وهعمل بقى الدهان اللي انا هدهن بيه الوش بتاع العجينة، اللي هيديني الشكل المطلوب والحمار الجميل بتاع المخبوزات. حطيت هنا صفار بيضة وشوية من الفانيليا ومعلقتين من اللبن البودرة ومعلقة من البيكنج باودر تمام. وهنقلبهم مع بعض وشوية من المية الدافية كده عشان لبن البودرة يدوب، وقلب قلب كده تمام. وده كان معايا الخليط اللي انا هدهن بيه وش العجينة. هنجيب الصينية دلوقتي، وبعد ما خمرت هنشوفها ما شاء الله الله اكبر. شايفين القطعة كانت قد ايه وبقت قد ايه، يعني كبيرة ما شاء الله. عشان كده انا قلت المرة الجاية لا انا هصغر الحجم الشريك بتاعي، علشان الخميرة ما شاء الله كانت متفاعلة جدا وكانت نشيطة جدا، وظبطت لي المعجنات بتاعتي، وبقت زي ما انتوا شايفين الله اكبر تضاعفت كتير. هبدأ أدهن بقى وش المخبوزات بتاعتي، وش الشريك وبالخليط تمام. وبعد ما دهنته وخلصته نزلت بقى بالسكر كده على الوش تمام. وبعد كده بعد ما نزلت بالسكر كده وظبطت خلاص كده على ان انا هدخلها بقى على الفرن. هتبقى درجة حرارة 200 وتدخليها في الفرن، يعني تبقي طبعا مولعة الفرن قبليها ب10 دقايق قبل ما تدخلي المخبوزات بتاعتك. ما شاء الله تبارك الله، مش اكتر من 20 دقيقة في الفرن علشان ما تتحرقش منك، وتحصلي على الروقان التسوية الجميلة اللي احنا شايفينها دي ما شاء الله. ده كده ظهرها. فبصوا بقى انا هقطعها تحسوا كده انك بتقطعي كيكة. وهنعدل الصينية مع بعض، هنعدل بقى المخبوزات ونشوفها من على الوش شكلها وجمالها حلوة جدا جدا لأولادنا، تغيير للعشاء والفطار مع كوباية لبن كده حلوة ومحشية شوكليت. طبعا احنا يا كبار وصغيرين بنحب الشوكولاتة جدا، فمع اللبن هتبقى حكاية. بصوا ما شاء الله هشة جميلة، وادي الشوكولاتة اللي احنا حشيناها وظبطت لكم بقى يعني بصوا بقى بعمل لكم كوباية اللبن وبألف هنا وشفا ليكم حبايبي. وما تنسوش الاعجاب والاشتراك والتعليق الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.